ماشي. وحشتونا من يوم الحد اللي فات لغايه النهارده. فرحانين بوجودكم كلكم. احنا بنستمتع بوجودكم معانا يعني. نبقى مبسوطين جدا لما بنشوفكم، خاصة مع اهتمامكم وحرصكم على التعليم الكنسي. احنا من السنة دي بدأنا قبل ما ندرس الرسالة نقراها. فنستأذنكم كده لو جاهزين معاكم كتاب مقدس على الموبايل او يجيبوا لنا الكتاب المقدس عشان نبدأ ايه؟ كل واحد كده ياخد كتاب مقدس عشان نبدأ نقرا كده ايه؟ نحاول نجيب لكم كده ايه؟ السنة دي بندرس رسائل الكاثوليكون. بدأنا برسالة معلمنا يعقوب، والنهارده رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. الكتاب مطبوع بتاع الترمين، يعني الكتاب الموجود للكليه الكلاسيكيه. الكتاب مطبوع موجود عند الاداره. يا ريت اللي ما خدش الكتاب ياخده. المنهج الامتحانات مش بتخرج عن الكتاب. تمام. ايش هذا؟ ايش يا ابوي؟ ايش مشكلة؟ لا طيب يبقى رجعها. ماشي ماشي يا بتعيش. ده الكتاب، ويعني هتلاقوا فيه بقى شويه جداول وشويه حاجات كده عشان تبقى الدنيا ايه منظمه ومرتبه. الكتاب ده شامل الترمين. احنا قدر الامكان بنحاول نعمل لكم امتحان كل ترم عشان تبقى الدنيا اريح عليكم شويه. نعم اتفضل نبدا نقرا. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المغتربين من المتغربين شتات بونطس وغلاطيا وكابادوكية وآسيا وبيسينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب الصادق في تقديس الروح للطاعة ورشم دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانيا لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. اللي بعده محفوظ لكم في السماويات. في السماوات. أنتم الذين بقوة الله محفوظون بإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية لإيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني. وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالموت. اللي بعده توجد للمجد والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نالين غاية إيمانكم خلاص النفوس. اللي بعده بعد يسابونا. علي صوتك معلش. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فيلقوا رجاءكم بالدعاء على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم الساقطة في جهالتكم. نقف هنا لحظة. احنا فايدة القراية حاجتين.
أولا احنا النطق السليم عشان ما يكونش في بعض الألفاظ بتتنطق غلط. النقطة الثانية إن احنا خدنا خلفية عن الرسالة، مين الكاتب، كتبت لمين، ايه الموضوعات الرئيسية، ايه الآيات اللي معروفة أو حافظينها، أو ايه العنصر اللي لفت انتباهكم، علشان لما نبدأ نكمل الدراسة تبقى الأمور واضحة معاكم. اللي بعده. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأن أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. اللي بعده. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. اللي بعده. معروف سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى أن إيمانكم ورجاؤكم هما في الله. اللي بعده. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العقلية الرياء، احبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، موجودون ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، كلمة الله الحية البقية إلى الأبد. أن كل جسد كحشد وكل مجد لسان كسهر غشب، الغشب يابس وظهرت تسقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. اللي بعده. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة وأفكار مولودين الآن اشتهوا اللبن العديد الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذا تأتون إليه حجرا حيا مردودا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك اللي بعده. لذلك تضمن أيضا في الكتاب أن الله أضاع في صدور حجر داوية مختار وكريم والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. اللي بعدها اتفضل. وحجر صدمة وصفرة وعصرة. لا ما سمعتش. وحجر صدمة وصخرة عثرة الذين يعصرون غير طائعين الكلمة الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختارا وكهنوت ملوك أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى النور العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومون وأما الآن فمرحومون. اللي بعده. أيها الأحباء أن أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا بالشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكونوا سيرتكم بينكم حسن لكي يكونوا فيما يفترون عليكم بفعال شر يعبدون الله في يوم الإفطار من أجل أعمالكم الحسنة التي لنا. اللي بعدها. فأخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمكر لفاعل الخير، أنه هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير
فتسكتوا فتسكتوا. جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. اللي بعده أيها القضاة كونوا خاضعين لكل السادة ليس بالصالحين المترفقين هم. بل العنفاء أيضا لأن هذا قد إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم لأن أي من هو إن كنتم تلطمون مخطئين تصبرون بل إن كنتم تتألمون عادلين خير فتصبرون فهذا قدر عند الله. اللي بعدها لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مقت الذي إذ شئتم إذا شتم الذي إذا شتم لا إذا شتم لم يشتم عوضا وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعده الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. اللي بعدها لكي نفوز على الخطايا فنحيا البر الذي بجسده شفيته لأنكم كنتم اختراق الله لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفسكم وأسكتوا. اللي بعدها الذين يأتى النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يقولون الكلمة يوفقون بسيرة النساء يقولون كلمة ملاحظين سيرتكن طاهرة بخوف ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب الإنسان القلب الخفي في العزيمة السهل زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السنة. اللي بعده إن هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله لازلن أنفسهم خاضعات للرجال كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية سيدها التي ترتن أولادها صنعات خيرا وغير خلفات خوفا البتة. اللي بعده اللي بعده لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فيكفف لسانه عن الشر وشفتيه يتكلمون بالموت يعرض عن الشر ويسمع الخير يطلب الكلام ويسكت لأن عيني الرب على الأمراض وأذنيه لطيفتهم ولكن وجه الرب ضد عين الشر ومن يؤذيكم إن كنتم متمسكين بالخير. اللي بعده ولكن إن تألمتم أما خفتم فلا تخافوا ولا تضطربوا وقدسوا الرب إله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبتكم كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فيكم هو دعوة وخوف ولكم ضمير صالح ولكي يكون الذين يشتمون سيرتهم الصالحة في المسيح يرجون الذين إيه؟ يشتمون سيرتكم يغزون بعد كده، لكن لو يشتمون هيغزوا منين؟ من ريحتك الكويسة. يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يغزون فيما يفترون عليكم وقال على الشر كفاعلي شر لأن تكلمكم من الشرك الله وأنتم صنعون خيرا أكثر منه وأنتم صنعون شر. اللي بعده يقربنا مماتا في الجسد محييا في الروح. اللي بعده
اللي بعده. قد تألم المسيح لأجلنا في الجسد وسلمه أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد بشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والوطء والمدمنات وعبادة منادمات. وعبادة الأوثان المحرمة. اللي بعده. الأمر الذي فيه يستظلمون أنكم لستم تدخلون معهم إلى قيد هذه القناة عينها مجددين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحموا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فعقلوا ويصحوا للصلوات. اللي بعده. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد الآبد. اللي بعده. البلوى. اشتركتم إن عيرتم لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتكم فيشرف عليه من جهتهم. فيشرف عليه، وأما من جهتكم اللي بعده. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متنافق في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. اللي بعده. لأنه الوقت لابتلاء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله، وإن كان البار بالجهد يخرج بالجهد. الفاجر والخاطئ أين القرار؟ فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. اللي بعده. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ وثيقهم وسائل إعلام المسيح وشريك المجد العالمي أن يعلم ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا بالربح المبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صغيرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون تكليل المجد الذي لا يبلغ. اللي بعده. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشهود، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسخروا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة، وتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم. اللي بعده. لحظة. اتفضل. ممكن كل أمركم عليه لأنه يعتني بكم، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يكون ملتمسا من يبتلع هو، فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. اللي بعده. الناحية دي اتفضلي. اتفضلي. ولله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم كثيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. اللي بعدها. وارث الأخ الأمين كما أظن كنت كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظة وشاهدة أن
أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون اللي بعدها. أسلم عليكم الذي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقدرة المحبة. سلام لكم جميعا الذي في المسيح يسوع. امين. سلام لكم جميعا. قرايه جميله. خدنا خلفيه كده عن الايه؟ عن الرساله. مين الكاتب؟ ولا ما خدناش خلفيه؟ سلوانس المرسل بيده. الكاتب بيعرف نفسه. دي رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. الكاتب بيعرف نفسه في بداية الرسالة إن هو إيه؟ كاتب الرسالة. وطبعا كلنا عارفين مين هو القديس بطرس الرسول. ناخد كم معلومة عنه كده. مين هو بطرس؟ سمعان. وليه اسم كمان؟ صفا. تمام. من بيت صيدا. قبل ميلاد المسيح بحوالي 10 سنوات. ايه؟ قبل ميلاد المسيح بحوالي 10 سنوات. اتولد قبل ميلاد السيد المسيح في حدود ال10 سنوات. ماشي. ايه كمان؟ أول من اخترعوا السيد المسيح. كان صياد السمك. كان صياد. اعترف بألوهية المسيح. ايه؟ اعترف بألوهية المسيح. اعترف بالألوهية. ايه كمان؟ منع بس منع السيد المسيح بس حاول يمنع السيد المسيح من الناس رجليه. ايه كمان؟ اخوه اندراوس. بطرس كان من اكثر التلاميذ غيرة على السيد المسيح. انكروا طبعا. انكروا الدم جليا عند السياحة دي. فتح باب الإيمان للأمم. كان من أول المبشرين اللي آمنوا عليه الأمم. طبعا ده حاجة مهمة جدا للمتزوجين إن المسيح شاف حماته. وعنده بدور على النص الثاني في القصة يعني. صخرة الإيمان. بطرس كان مشهور ان هو مندفع شويه. أول وعظة له آمن على يد 3000 نفس. مظبوط. اول وعظه امن على ايديه 3000 نفس. ايه؟ وهو اللي طلب مركز عشان ما رضاش يهرب في الحكم الاخير هرب. وبعدين لما السيد المسيح قابله رجع تاني وصلب منكس الراس. ختم حياته شهيدا. ختمت حياته شهيدا. ايه كمان؟ صديق يوحنا. هو من ضمن كلهم أحباء. هو من ضمن أعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا من ضمن الأعمدة الكبار للكنيسة. وحصلت معاهم معجزات خاصة زي من ضمنها شفاء ابنة يايروس التجلي. يعني كانت في بعض المعجزات الخاصة اللي بياخد فيها بطرس ويعقوب وإيه؟ ويوحنا. طبعا كل الكلام كانوا داخلين مع بعض الهيكل شفاء الأعرج. بطرس ويوحنا شافوا الأعرج في سفر أعمال الرسل. أقام طبيسة من الموت. دي معجزة إقامة أموات. أول واحد اعترف بالسيد لاهوت السيد المسيح. هو اعترف بلاهوت السيد المسيح. كنت هتقول إيه؟ عشان كده الكنيسة تقول عليه إنه رسول الرجاء. ودي هنتكلم عنها النقطة دي خالص. إن هو فتح باب الرجاء لأن هو كان اتفتح له باب الرجاء الواسع. فهو كان محب جدا للرجاء. يعني كان في كل كلماته بيدي رجاء. والرسالة هنا برضه بتتكلم عن الرجاء. إيه كمان؟ كان عصبي. هو ما كانش عصبي لكن كان مندفع. عصبي يعني انت بنوصل لدرجه من الايه؟ من الاجريسيف. يعني اجريسيف بيهيفير. يعني حاجه كده عنيفه. لكن مندفع هو ممكن ما يكونش مدقق في بعض الكلمات. لكن اندفاعه كان صالح في بعض المواقف
وكان ضايع في بعض المواقف الثانية. يعني مثلا الموقف الصالح ان بمجرد ما السيد المسيح هو سأل السؤال العادي: ماذا يقول الناس ان انا؟ ايليا، واحد من الانبياء، يوحنا، فمن تقولون اني انا؟ كان هو الايه؟ اللي اتكلم، هو اللي اتكلم. لكن لما نيجي عند القبض على السيد المسيح على طول يعني ايه؟ دي فيها اندفاع سريع. لا، اليهود كلهم ملائكة، الملائكة كلهم ولا بلاش يعني. يعني الطور مسؤول يا ابني، بس عايز الله. من ضمن التلاميذ اللي راحوا عينوا القبر هو يوحنا، من ضمن التلاميذ اللي راحوا عينوا القبر. من المعلومات الجميلة قوي عن القديس بطرس إن مين اللي جابه للإيمان؟ اندراوس. يقولوا كده إن هما الاثنين كانوا صيادين. يقول لك اندراوس ده كان صياد شاطر بيصطاد بالصنارة. فاللي بيصطاد بالصنارة يصطاد إيه؟ واحدة واحدة. فراح صاد مين؟ صاد بطرس، وصاد نسمائيل كده، وراح صاد إيه؟ يعني ليه كده الصيادات كده بيختار إيه؟ اللي بيعرف يصيد. يقولوا بطرس بقى كان صياد شاطر بس صياد بالشبكة. فلما رمى الشبكة جاب إيه؟ 3000 نفس. فدي المهارات اللي ربنا عطاها له. كان من ضمن الدفاع برضه اللي خد التلاميذ وراحوا يصطادوا سمك بعد بحيرة بعد القيامة. تعالوا نصطاد كده ونشوف. فالسيد المسيح راح جابهم ورجعهم تاني. وهناك في العتاب كان فيه كلام، حتى ان كان تعب مشاعر بطرس شويه، ان اتضايق ان العتاب كان على 3 مرات، لكن رد له كرامته الايه؟ الاسقفيه مره ثانيه، او كرامته الكهنوتيه مره ثانيه. من ضمن الامور برضه ان هو كان من ضمن التلاميذ اللي خدوا الوعد الكهنوتي بان هم ما يحلونه على الارض يكون ايه؟ محلولا في السماء، وما يربطون على الارض يكون مربوطا في السماوات. هنتكلم على كام نقطة كده سريعة. هو بطرس سمعان بن يونا المولود في بيت صيدا، ولد قبل السيد المسيح بحوالي 10 سنين، كان شغال صياد. وده الكلام ده هنلاقيه في يوحنا 1 من 35 ل 42. دعوته للتلمذة كانت عقب معجزة صيد السمك لما دخلوا. كمان كانوا مرتين حصل فيهم الموقف. المرة الأولانية لما كان اندراوس قال له تعالى نروح نبص على السيد المسيح، والمرة الثانية لما كلموا السيد المسيح بعد اصطياد السمك على طول، لما قال له اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ، فقال له لا تعالى وأنا هجعلك صياد للناس. بطرس كان محب ومحبته ملتهبة نحو السيد المسيح، عشان كده كان من أوائل الناس اللي بشروا واعترفوا بلاهوت السيد المسيح. والعظة يوم 50 بتتكلم على معاني عميقة جدا وتفسير نبوات من العهد القديم تدل على أن القائم من الأموات هو المسيح المخلص العالم. يحسب عليه بس تسرعه في بعض المواقف، زي إن لما السيد المسيح بيعلم تلاميذه الاتضاع وغسل الأرجل والتجهيز، قال له لا ما تغسلش رجليك. برضه يحسب عليه ان هو انكر السيد المسيح. من ضمن الامور اللي تحسب على القديس بطرس الرسول. مرة تانية كمان وهو قبل ما يدخل بستان جسيماني، لما كان مضطرب، اللي هو كان السيد المسيح بيتكلم معاهم على اجتياز الآلام، فقال له يعني ما معناه ان ما تخافش واحنا كلنا هنبقى معاك. السيد المسيح انتهروا في القصة دي. بطرس الرسول طبعا انكار السيد المسيح قدام الجارية دي كانت مسببه له طبعا تعب شديد، لكنه قدم توبة شديدة، توبة بدموع وندم حقيقي. والسيد المسيح قبله بعد القيامة عند بحر طبرية ورد له الكرامة. بعد تأسيس الكنيسة في يوم 50 بدأ القديس بطرس خدمته في الجليل وفي السامرة في اليهودية. كانت بتحصل معاه معجزات كتيرة زي ما قال لنا كده أسابونا بيقول المعجزة مع يوحنا عند باب الجميل في شفاء إنيانوس، وإقامة طبيسة زي ما قالت أخت من الأخوات في يافا.
فتح الرب معاه باب للأمم بإيمان كرنيليوس قائد المئة. بطرس بدأ يقول في أماكن عديدة في آسيا الصغرى، مش آسيا الصغرى بس، هو كان ذو قرابة جسديا مع القديس يوحنا مرقس الملقب يوحنا الملقب مرقس الرسول يعني. ولما جه القديس مرقس يزور مصر، جه القديس بطرس زاره في بابليون، وده هيجي عنها كلام بعد شوية. زار أماكن عديدة منها أنطاكيا وبنطس وغلاطيا وكابادوكية وبيسينية، ودي اللي بيوجه لها رسالة لليهود المتشتتين في المكان دوت. استشهد سنة 67، الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده مع عيد استشهاد القديس بولس الرسول يوم 5 أبيب 12 يوليو تقريبا. طبعا الرسالة مكتوبة لليهود المتغربين في آسيا الصغرى، ودي واضحة جدا في مقدمة الرسالة. بيبدأ ببطرس رسول يسوع المسيح للمتغربين من شتات بونطيوس وغلاطيا وكابادوكية وآسيا وبيسينية، ويقول إنهم الجميع المختارين. كتبت ما بين سنة 63 و 67، وده كان أثناء اضطهاد نيرون. كتبت من بابل، وهو قال كده: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. وده هيبقى مفتاح مين هي بابل بعد كده واحنا بنتكلم عليه. اختلفت الآراء عن قصة بابل ديت، ففي بعض الناس قالوا إن هي بابل اللي موجودة فين؟ في العراق، وده طبعا أول كلمة. لكن بابل دي كانت خربت من فترة كبيرة وما كانش ليها أي تواجد أو توازن كبير، وبالتالي وجودها ما كانش ليه دور إن هو يزورها. في رأي تاني بيقول إن دي ممكن بابل هي رمز للشر، عشان كده هي رمز لروما، وده كان القديس يوحنا الحبيب بيتكلم عليه باستمرار. كل ما كان يتكلم عن بابل عن روما بيرمز ليها ببابل في سفر الرؤيا، على أساس إنها مركز الشر في العالم في الوقت دوت. الرأي الثالث إن هي بابليون اللي هي موجودة في مصر، وده بيدعمه الآية اللي بيقول إن يسلم عليك الذي في بابل ومرقس ابني. يعني هنا كان مرقس الرسول معاه في المكان. عشان كده الرأي الأرجح واللي بتقر الكنيسة القبطية وبعض المراجع القديمة برضو إن بابل ديت هي بابليون أو مصر مصر القديمة. طبعا احنا عارفين إن مرقس جه مصر في حدود من 61 ل 62 ميلاديا، وقام ببشارة عظيمة، وكلنا ندين ليه بإن احنا عرفنا الإيمان على ايديه. فهو أبونا الحقيقي اللي ساعدنا إن احنا ندخل للإيمان وهدم عبادة الأوثان في مصر. الاعتراف بقانونية الرسالة بتنقسم لقسمين مهمين جدا. في حاجة اسمها الشهادات الخارجية، في حاجة اسمها الشهادات الداخلية. الشهادات الخارجية دي المراجع اللي اعتمدت الرسالة أو أجزاء من الرسالة أو القديسين اللي استشهدوا بيها، وده بيدل على قدم الرسالة وعلى إن الرسالة ديت مستخدمة في التعليم الكنسي، وإن هي كانت متواجدة. عشان كده لما بنرجع للمخطوطات أو الاكتشافات، كل ما بنلاقي مخطوطة أو اكتشاف يرجع لتاريخها ومن اللي كتبها وأسلوب الكتابة وموجودة فين ومصداقية الكاتب، وبعد كده الحاجة دي تعتمد. ولما بتعتمد بتبقى دليل قوي عن اللي كتب في الكتاب المقدس واللي جمع كان بوحي من الروح القدس، وإن دي كانت كلها أمور موجودة وثابتة من زمن، مش إن كل فترة كان بيتغير فيها حاجة أو حاجة بتتشال وحاجة بتتحط مكانها. طبعا كلنا فاكرين اكتشاف مخطوطات قمران اللي كانت في الأردن، قد إيه لما لقوا فيها أجزاء كتيرة من الشريعة وبالذات سفر أشعياء، كان أمر وحدث جلل عضد الموجود سواء في العهد القديم واليهودية أو اللي موجود في العهد الجديد اللي يحتوي الكتاب المقدس اللي بيحتوي العهدين. الشهادات الخارجية إن كان القديس يوسابيوس القيصري أقر بصحتها،
وكذلك القديس كليماندوس والقديس بوليكاربوس خد منها أجزاء في رسالته لفليبي، وأدرجت في الترجمات السريانية والأثيوبية والأرمينية. الشهادات الداخلية دي اللي بتحكي إزاي دي الكتابات دي بترمز للشخص دوت. فأسلوب الكاتب أو ارتباط الكاتب ببعض الأفكار أو شهادة نفسه عن نفسه في الأول بيذكر اسمه، زي القديس بولس لما كان دايما يقول إيه؟ بولس عبد رسول المسيح، بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى التسالونيين وهكذا. فكل رسالة بيبقى الكاتب يا إما بيعرف نفسه مباشرة، يا إما بيتكلم على بعض الأفكار المرتبطة بيه. يعني بولس الرسول بنقارنه برسائله، بنقارنه بأعمال الرسل. بطرس الرسول نقارن بإيه؟ نقارن أولا الإنجيل، هو مذكور فيه ليه أحداث ومواقف في الأناجيل الأربعة، موجود ليه أحداث ومواقف وكلمات وعظات في سفر أعمال الرسل. هو كان ذا خلفية إيه؟ يهودية، فهنقارن معرفته الخلفية اليهودية بالعهد الإيه؟ بالعهد القديم. ظهور أسلوب واضح هو اقتبس من العهد القديم، وهتلاقوا عندكم تيبلز بالكلام دوت واضحة. فاقتبس مثلا من سفر أشعياء على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. ده قول أشعياء النبي في أصحاح 53 آية 9، ودي اللي أخذها منه القديس بطرس الرسول الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. كلم أيضا كنتم كخراف ضالة، ده بطرس الرسول. فأشعياء يقول كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد من إيه؟ طريقه، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني به. ده الكلام ده قاله برضه داود النبي، القى على الرب همك وهو إيه؟ يعولك. هو تأثر بقيامة السيد المسيح جدا وبنزوله إلى الجحيم، وأنه سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. عشان كده اتكلم قال الذي فيها أيضا ذهب فكرز للأرواح التي إيه؟ في السجن، ودي هنتكلم برضه عنها بالتفصيل. أسلوبه متفق جدا مع عظات سفر الأعمال. كان بيتكلم عن الله أنه ديان بغير محاباة، فقال في سفر الأعمال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل بالوجوه، وده أكده في رسالته وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بإيه؟ بخوف. اتكلم عن الآب أنه أقام المسيح، فقال كده في سفر الأعمال يسوع هذا الذي أقامه الله ونحن شهود لذلك. قال في رسالته أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاؤكم إيه؟ طبعا اعترف بأن السيد المسيح هو إيه؟ رأس الزاوية. فالحجر الذي رفضه البناؤون هذا رأس الإيه؟ الزاوية. اتكلم في تشابه طبعا مع اللي حصل في الأناجيل الأربعة من حيث تألم السيد المسيح له المجد. فقال لنا كده في الرسالة في الأصحاح الأول آية 11 بحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح وللأمجاد التي إيه بعدها. هنا بيتكلم عن آلام المسيح، بيتكلم على تمجيد الله في سلوكنا. يقول يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي إيه يلاحظونها. ودي طبعا متاخده من الموعظة على الجبل فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي إيه في السماوات. طبعا السيد المسيح هو حمل الله الذي حمل خطية العالم، زي ما هو سمع من يوحنا لما كان أقبل عليه فقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. وده أكدها بطرس الرسول لما قال سيرته عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى
بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم الإيه؟ إيه فايدة الرسالة؟ أول حاجة لو إحنا مركزين في اللي إحنا قريناه، أغلب الرسائل الكاثوليكون بتتكلم على أنواع معينة من الاضطهادات بيتعرض ليها الناس، فبتشجعهم على احتمال الإيه؟ الاضطهاد، وبتتعامل على احتمال العذابات والاضطهادات والضيق اللي بيمروا فيه. فده أول حاجة. النقطة الثانية طبعا بيشجعنا على السيرة الحسنة والسلوك والاقتداء بالسيد المسيح له كل كرم وكل مجد. بتكون دخلت بعض المخاوف خاصة مع الوقت والاختلاطات، فبيحذرنا من بعض المخاوف أو الانجراف في التيار الوثني، وبيأكد علينا على ضرورة اليقظة، وبيدينا في الآخر بعض الوصايا العملية اللي بتفيد الإيه؟ سلوكيات. أسلوب القديس بطرس الرسول هو كان راجل عامي لكنه كان راجل متعلم، ودي نقطة ناخدها عن الآباء الرسل وعن الحياة اليهودية عامة. كان تمسكهم الشديد بالإيمان. تمسكهم الشديد بالإيمان على الرغم من أن المعرفة العامة الثقافية أو الدرجات العلمية ممكن تكون قليلة، لكن كان لهم عمق معرفة في الحياة الإيه؟ الروحية، وفي الحياة اليهودية بالذات، لأن هم دايما كانوا باصين لنفسهم إن هم شعب الله الإيه؟ المختار، فكان عندهم عزة نفس قوي في القصة دي. عشان كده نلاقي عندهم التعليم الديني مهم جدا. ومن الحاجات الجميلة قوي في كنيستنا هي مدارس الأحد اللي بتزرع الولاد والبنات من سن مبكر جدا في الكنيسة، لأن اللي بنزرعه في ولادنا ده هو اللي بيفضل الأساس اللي جاي بعد كده. بدون ما بنزرع على الأساس ده بتحصل مشكلة. يعني أنا فاكر حاجة كده على سبيل الفكاهة، لكن حاجة كده كانت جميلة الواحد لما اسمعها وهو اللي كان لسه صغير كده. حصلت مشادة بين الاثنين، واحد مسيحي وواحد مش مسيحي. في الصعيد الكلام دوت يعني. الاثنين ماتوا يعني، كان من زمان قوي يعني. فواحد بيقول للتاني قول لي معجزة من عندكم وأنا هقول لك معجزة من إيه؟ من عندنا. قال له بص، السيد المسيح صلى على 5 خبزات وسمكتين، أكل إيه؟ 5000 نفس. تاني قال له فلان صلى على البحر نشفه خالص يعني. فالتاني قال له احنا نحكي في البركة ولا في قلتها؟ زرع البسطاء في الكنيسة بيبقى لهم دور، لأن بيتعلموا حاجات كنسية جميلة يعني. ونلاحظ ده في شهداء ليبيا، يعني قد إيه إن هم على الرغم من بساطتهم، لكن أي حاجة ده في ابن عندك، أي حاجة، أي حاجة بقولها ماشي. نلاحظ الإيمان في البسطاء على الرغم من إن هم بسطاء جدا، لكن كانوا متمسكين بالإيمان لدرجة قوية جدا نتيجة اللي اتزرع فيهم من صغرهم. يفكرونا بمين بقى مع فرق المواقف يعني وبعض القصص؟ فلاحين الثلاثة بتوع استشهدوا الناس كلهم، سايبيننا احنا ليه كلنا معاهم؟ ناخدكم يا جماعة، ده السيوف باظت خالص. قالوا لا، خدوا الفلوس بتاعتنا، احنا عايزين كمان ايه؟ نستشهد. فكرونا بالإيمان. لما نرجع كده للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، في رهبنته كان شديد جدا وله نظام قاسي للكل، لكن يقول إن تعاليمه كانت قوية ومنظمة، وأيامه كانت الحياة الرهبانية مزدهرة جدا نتيجة إن كان في تعليم على الرغم من بساطة الناس. فكرونا بالقديس بولس البسيط اللي دخل في موقف، لقى زوجته في موقف مش كويس، فساب الدنيا وراح طالع على أنبا أنطونيوس. فأنبا أنطونيوس قال له أنا عايز أترهبن، فكانوا كده شوية كده عنده،
لكن اكتشف ان على الرغم من بساطته انه كان انسان ايه؟ قديس. كان انسان قديس. البساطة لا تلغي الايمان، لكن الايمان الحقيقي ان الانسان يكون متمتع بعمق العشرة مع ربنا. فهو اسلوب القديس بطرس الرسول هو اسلوب بسيط لكنه اسلوب مؤثر. من ضمن الاساليب البسيطة، شكرا جزيلا، من ضمن الاساليب البسيطة جدا لكن اساليب مؤثرة، أنبا سربمون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي المتنيح. فمرة بيتكلم على مثل جميل قوي، بيقول حد بيقول وانا صغير كده بيقول له ايه؟ ادعي له دعوة. قال له يكون عمرك كأرداب بسمسم. قال سمسم حبايته ايه؟ صغيرة قوي، والأرداب كمية كبيرة قوي، فشوفوا حبايات كتيرة في كمية كبيرة، شوفوا الدنيا تودي فين. قال تأكدت أنه يتكلم عن الأبدية. يعني يبقى عمرك طويل إيه؟ طويل قوي 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 لغاية ما توصل للإيه؟ للأبدية يعني. ففي تعبيرات على الرغم من بساطتها لكنها إيه؟ قوية جدا. لكنها قوية جدا. فالأسلوب البسيط لكنه أسلوب إيه؟ عميق وأسلوب مؤثر. اهتم جدا بموضوع الرجاء، وهو ده طبعا كانت إيه؟ كانت حياته. هو كان مندفع 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 مندفع. قال له ستوب، وقع. الوقعة دي ودته فين؟ طردته بره المكان خالص. طردته بره المكان خالص. ولما اطرد بره المكان بكى بكاء مرة، اترد لمكانته الأولى، فحس بقى بكينونة المكان اللي كان هو عايش فيها. ودي للأسف تنقصنا أو تنقص بعضنا وأنا منهم يعني. إن الواحد يحس بالمكان اللي هو فيها. يحس بالمكان اللي هو فيها. أنا آسف كنت حكيت المثل السنة اللي فاتت كده بس أفكركم بيه. الموقف ده حصل معايا قبل الرسالة. كان معايا واحد بروتستانتي، بعدين بيقول لي ايه؟ الكنيسة القبطية متعبة للشعب بتاعها. كل شوية صيام، يطلع من صيام يدخل في ايه؟ في صيام، يطلع من صيام يدخل في صيام. يقول له احضر قداسات، ويقولوا كلام هم مش فاهمين بيقولوا ايه؟ كلام قبط والشعب مش عارف حاجة يعني، والحكاية يعني ايه؟ وانتوا عارفين بقى لما بروتستانتي يتك على الحاجات دي تبقى النتيجة ايه؟ اتفضلوا يا باقي. اتفضلوا. ويتكوا على الحاجات دي يبقى ايه؟ تبقى الدنيا ايه؟ تبقى جميلة مش كده؟ فقلت له انا هقول لحضرتك على حاجة. ايه رأي حضرتك في اب غني واب فقير؟ والاثنين سابوا ميراث لاولادهم. انهي اهتم اكتر ان يدي ميراث لابنه؟ الاب الغني. طب ايه رايك في جهل ابنه بقيمه الميراث؟ مش معنى ان احنا مش فاهمين قيمه الميراث ان ابويا ما كانش غني. لا، ابويا غني، ومن غناه اعطاني كنوز كتيره. اقوال اباء، حياه كنسيه. اتفضل. دي البساطه والعمق في نفس الوقت. ايه؟ البساطه والعمق في نفس الوقت. فالقصه بتعمل ايه؟ احنا عندنا عمق قوي جدا، وعندنا كنوز غنيه جدا، لكن المشكله عندنا ايه؟ في المعرفه. ومش في المعرفه بس، في المعرفه الحقيقيه. ان المشكله مش في المعرفه السليمه. لان لما بتتخلط المعرفه السليمه بالمعرفه غير السليمه، الدنيا بتروح في حته تانية. نقطه كمان، عندنا قمم وقامات كبيره جدا 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 في الكنيسه، وعندهم كنوز معرفيه عميقه جدا، وعندنا خدام وخادمات ممتلئين جدا، لكن احيانا الاسلوب يضيع
قيمة الكنز اللي بتعرضه. بيبقى إنسان عنده حتة جوهرة صغيرة كده بس بيعرضها إيه؟ بشكل فخم، بشكل كده متلائم يعني. واحد عنده كنوز ومش عارف إيه؟ مش عارف يعرضها. فعرض الكنز اللي عندك ده ليه دور. معرفة قيمة الكنز ليه إيه؟ ليه دور. فهو اهتم بالرجاء، واحنا محتاجين نقطة الرجاء ومعرفة الكنوز اللي عندنا ومعرفة قيمة مكانتنا اللي ربنا ردها لنا مرة تانية. طبعا لأن هو كان يهودي تمام يعني، فكان حافظ نبوات كتيرة جدا لدرجة أنه ملقب برسول الختان. في تشابه مع رسائل معلمنا بولس الرسول. طبعا في إشارات كتيرة عن أخبار السيد المسيح والمواقف اللي حصلت معاه. محتويات الرسالة تحتوي على 5 أصحاحات. الأصحاح الأول بيتكلم عن الخلاص والألم والإيمان المرتبط بالألم في الصليب. علاقتنا في الأصحاح الثاني والثالث علاقتنا العملية بالسيد المسيح وسلوكنا. في الأصحاح الرابع بيتكلم على القداسة والألم، وإن الألم أحيانا بينجينا من بعض الشهوات الزمنية. الأصحاح الخامس بيتكلم على السلوك الكنسي والعلاقة بين الراعي والشعب. نيجي بقى لنقطة مهمة هي الرجاء. موضوعات الرسالة. موضوعات الرسالة فيه 3 موضوعات مهمين. إن شاء الله وعشنا إن عرفت إن أنا قبل ما الترم دوت يخلص أطبع لكم حاجة إضافية عن البعد العقيدي في داخل كل رسالة هنضيفها للمنهج. اللي ما عرفتش يبقى إن شاء الله وعشنا من أول السنة الجاية هيبقى في مع كل رسالة البعد العقيدي في الإيه؟ في الرسالة. لا هتقدر على خطة ما تقلقش. ولا أنت ناوي تكمل معانا شوية؟ لا 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 بالنجاح دايما والتوفيق يعني. الموضوعات الرئيسية للرسالة، أول موضوع بيكلمنا فيه الرجاء، وهنا بيشجع المؤمنين على اجتياز الضيقات والألم، وهو ده الجوهر الفعلي للرسالة، إن حياتنا كلها مؤسسة على الرجاء في المسيح والميلاد الجديد وقيامة السيد المسيح الذي أعطانا القيامة. مرة أخرى اتكررت كلمة الرجاء 4 مرات في الرسالة، بخلاف ان في بعض الامور التانية اللي بتتكلم عن الرجاء بصفة غير مباشرة. بتتكلم عن الرجاء في الحياة الابدية والميراث الابدي. احنا لينا رجاء ان يكون لنا ايه؟ ميراث ابدي. عشان كده ايه؟ مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. حي يعني في حياة بقيامة السيد المسيح. بيتكلم عن حياة قائمة من الأموات. ده هيدينا إيه؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا إيه؟ ولا محل محفوظ لكم في السماوات، عشان يبقى إيه؟ محفوظ في السماوات لأجلكم. هنا بيتكلم على قدرة الرجاء، وإن ده هيديك حياة أبدية. بيتكلم على رجائنا في النعمة، ودي سقط فيها واحد اسمه بيلاجيوس. كان يظن إن حياته تقوم على قوته الذاتية في إنه يقدر يحفظ نفسه بنفسه. وقال كده أنا أقدر أخلص بأعمالي، لأن أنا لي القدرة إن أنا أختار لنفسي العمل الصالح والعمل الإيه؟ الشرير، وأنا هسلك في العمل الصالح. وطالما هسلك في العمل الصالح يبقى أنا مش محتاج النعمة في شيء. رد عليه كتاب القديس أغسطينوس في الكتاب بيتكلم عن عمل النعمة. الكتاب ده جميل قوي، بيتكلم قد ايه ان عمل النعمة بتقيم الخاطي وبترفع منه، ما بتسيبهوش غرقان، وان زيارات النعمة بتغير في ناس كتيرة جدا. فاتكلم عن عمل النعمة. عمل النعمة ده النعمة هو المسيح طبعا، النعمة الإلهية اللي بتقدر تشيلنا لما روح المسيح تيجي لنا ترفعنا من كل الضيقة والتعب اللي الواحد بيكون فيه. اتكلم عن ان عمل النعمة دوت بيغير الانسان وبينقله نقلة قوية.
كلام القديس أوغسطينوس قال إن اللي بيزدرب النعمة بيزدرب المسيح، وبيجعل إن المسيح مات بلا سبب، لأن أنا أقدر أوصل للملكوت بدون الإيه؟ بدون المسيح. وده اللي قاله تقريبا بس بأسلوب مختلف القديس بطرس الرسول: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى به إليكم عند استعلان يسوع المسيح. القديس يوحنا ذهبي الفم بيأكد إن عمل النعمة ده عامل زي حبل قوي مدلل من السماء بيرفع الإنسان الضعيف، وزي عامل زي الهلب المقدس اللي بيربط السفينة ما يخليش الأمواج تأثر فيها، لكن بيديله نوع من الثبات وبالحال يقوم من سقطته. الرجاء في الله: أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا. وده بيساعدنا على السهر والطاعة المقدسة والقداسة، إن احنا نعيش حياتنا في قداسة وخوف. أخيرا اتكلمنا عن الرجاء الوديع: أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. وعارفين في فرق بين الخوف والإيه؟ في فرق بين مخافة الله والخوف اللي في العالم. فخوفنا في العالم أو رعبنا في العالم بيدينا روح الانهزام غير مخافة الله. عشان كده يقول: أما خوفهم فلا تخافوه لكن ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله بإيه؟ بقلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيه. اتكلمنا في الموضوع الثاني المهم عن ان يبقى في عزاء للايه؟ للمؤمنين. احنا دلوقتي في رجاء ان الانسان يقوم. طب انا تعرضت للالام وتعرضت للتعب وتعرضت للضغوط، لا، في نوع من المجد، في نوع من المسانده. عشان كده اول نقطه ربط بين الالم والمجد قال: بل كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم. وقال لنا خلينا كده زي السيد المسيح: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثال لكي تتبعوا خطواته. وهنا بيتكلمنا عن صورة الآلام اللي جاز فيها السيد المسيح، سواء في حياته الجسدية إنه لما كان يشتم لم يكن يشتم عوضا، سواء في آلام الصلب اللي عانى منها من أجلنا، وفي وسط دوت ما طلبش مجازات صليبي. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد يرفع الآخر. النقطة الثالثة بيأكد إن التجارب دي هنلاقيها في حياة المؤمنين. أصل أنت مش هتتزكى من غير من غير تجربة. مش هتاخد شهادة البكالوريوس العلوم اللاهوتية من غير من غير امتحان، والامتحان مش هيجي سهل، فتبقى أنت عارف. أنت تبقى عارف إن الامتحان جاي سهل خالص. لو الآلام سهلة يبقى الامتحان بنطمنكم ما تقلقوش يعني. لا، اللي بيذاكر الامتحان سهل، عشان كده احنا من المرة اللي فاتت قلنا حاجة مهمة خالص: لما يتقال مادة عهد جديد وانت جاي، اعرف ان الرسالة اللي عليها الدور تقراها وانت جاي في الطريق كده، او تسمعها وانت جاي في الطريق، تروح تقراها تاني عشان ايوه رايح جاي كده وانت وانتم من ترتيب ربنا الجميل قوي ليكم ان رسائل الترم الاولاني دول كلهم خفاف، يعني حاجه كده جميله. اتفضل. في امتحان واتساب كلنا عارفين تقريبا الامتحان، ليه الدرجات قليله ليه؟ نقفلها صح؟ لا، نعيد الورق، اعيد لك الورق لو متاكد من عين دي قبل عين دي، مفيش اي مشكله. بس لا انا ما عنديش مشكله خالص، بس انا عارف في حاجات معينه كده بتتداخل في بعضها.
ومال خلاص بعد ما نطلع نشوف الرقم السري. لا ما عنديش مشكله. اصل بص انا حاطط نموذج اجابه بناء على اللي موجود في المذكره، فالكل بيمشي على نفس الايه القصه. بيحصل ايه مثلا؟ يعني لما تيجي في الاختيارات احيانا بتتشابه في بعض الحاجات، لكن انا مميز كل اختيار عن غيره. فيجي واحد يختار خصائص الرسائل وسماتها والحاجات اللي موجوده دي في المقابلات، في من النادر يعني اللي جاب 1 أو 2 اللي جابوا الدرجه النهائيه فيه، والاغلبيه جابوا 60% من السؤال دوت. الاغلبيه ليه؟ في حاجات بتبقى ايه؟ في حاجات بتبقى قريبه من بعضها، لكن في حاجات مميزه. فالمميز للقصه ده اللي بيعرف يروح داخل على الايه؟ على الموضوع على طول. النقطه الثانيه، انا بعدت عن القصص النظريه قدر الامكان. الموضوعات اللي بيبقى فيها كتابه. بس المقال اسهل في البرنامج. ما انا عارف ان المقال اسهل، ما احنا عشان كده خلينا 50% مقالي و50% اختياري. السنه الموضوعات اللي هي اللي بيسموها الاسلوب الايه؟ البوكلت. فالسنه دي بقى كله جاي بوكلت يعني عشان ما تقلقوش. لان بيقيس الفهم. القصه بصوا بص هقول لك حاجه. بين السطور صعب، بس طلعت السنه اللي فاتت فاهم الماده ولا لا؟ لو مش فاهمينها يبقى حاجه ثانيه نشرح تاني. انا عايزين نخليه كله في 100% بوكلت يعني. بركه الرب تغني، مش اهم حاجه الامتحان. بص اقول لك ما تقلقوش بس في الامتحان. احنا الغرض من الماده ان انت تدخل. لو سمحتوا بعد اذنكم، الغرض من الماده طبعا انكم تكونوا ناجحين ومتفوقين لفوق راسنا طبعا، لكن الغرض من الماده بيبقى فيها اسئله متنوعه على اكثر من اتجاه. الاسئله بتتراوح في الاتجاهات الاتيه اللي انا راعيتها في السنه اللي فاتت. 1 لازم يكون في بعد تاريخي في الرساله، ممكن يتجاب في دوت او غيره. 2 في بعد جغرافي، ففي اسئله تخص الجغرافيا عشان تبقى عارف ان القصه دي موجوده ولا لا. 3 في بعد تعليمي. 4 في بعد روحي. 5 في بعد عقيدي. شكل السؤال ايه؟ لكن هي دي الابعاد الاساسيه اللي بشتغل عليها في الامتحان، عشان اللي واقع منه البعد العقيدي بيروح مطير ايه؟ خمس الامتحان على طول، لان احنا حوالي 5 ابعاد بحطهم في ايه؟ في الامتحان. القصه انا مش عندي السؤال ده جاي من بين السطور ولا جاي فين، انا بدور على السؤال ده بيشاور على ايه. انا مش بدور على اصل الحته دي تركايه فهجيبها اوقع فيها الطلبه، لا انا ما بعملش كده. انا مش بجيب حاجه عشان اوقع حد في حاجه، لا انا بجيب سؤال بيقيس فهم. قياس الفهم ده ازاي؟ حسب ال5 محاور اللي بنشتغل عليهم. انت مدرك شخصيه اللي بتدرس عنده الرساله ولا لا؟ مدرك البعد التاريخي لكينونة الرسالة دي بتتكلم على ايه؟ هل الرسالة دي فيها أجزاء جغرافية أو مرتبطة بأمور تانية؟ ايه النوع التعليمي اللي موجود في الرسالة؟ ايه البعد العقيدي؟ لأن ده يعني سامحوني أكتر حاجة بتوقع معانا في الخدمة، وأكتر حاجة بتطلع لنا قدام بيطلعوا بدع وأفكار مش سليمة هي البعد العقيدي. احنا مش بنتكلم على كامل العقيدة اللي موجودة في الرسائل، لان لو هنمسك حاجة زي كده احنا هنطلع ابحاث. فاحنا بس بنديكم بس ايه؟
مفاتيح. مفاتيح، كل اللي بناخده ده ما هي الا مفاتيح، لكن الباقي عليك. الباقي العمق اللي انت هتدرسه هيبقى منك. المفتاح الاساسي دوت عشان ذهنك اتسيستم، اتنظم على انه يدخل في الاتجاه ده. اتكلمنا كمان عن بعد لغوي، زي ما احنا السنه دي بدانا نقرا الرساله بالكامل. بعد لغوي لان في بعض الكلمات سواء بننطقها غلط او بتتنطق غلط واحنا بنسمعها او بنفهمها على هذا الاساس، او مش عارفين معناها. كلمه ليها معنى واحنا مش عارفين معناها فماشيين في اتجاه تاني. فالاتجاه اللغوي ده اتجاه مهم جدا عشان لما تتسأل في الفصل بتاع الخدمه بتاعك او حتى تقرا تبقى مدرك للايه؟ للموضوع. اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. نكمل تعزية المؤمنين. نقطة. اتفضل. هو البعد الجغرافي انا هتقول الرسالة دي اتخذت فين؟ المكان بتاعها والبعد التاريخي تاريخها؟ مظبوط. يعني اتكتبت فين؟ سنة كام؟ اتكتبت فين؟ سنة كام؟ اتكتبت من فين لفين؟ يعني مثلا الرسالة إلى أهل تسالونيك اتكتبت من كورنثوس، كان هو قاعد في كورنثوس في الوقت دوت. فهو كان فين؟ النهارده بنتكلم بطرس الرسول كان فين؟ كان في بابل اللي هي إيه؟ بابليون. واتكتبت لمين؟ غلاطيا وكابودوكية وبيرتوس، مش كده؟ لآسيا الصغرى اللي فيها كام؟ وهكذا. فده بعد جغرافي. ماشي؟ يعني بطرس الرسول جه مصر يا بطرس الرسول جه مصر في زيارتين على ما اعتقد، وقابل فيهم القديس مرقس الرسول. لكن واضح ان زيارته ما كانتش على مصر كلها. طبعا انتوا عارفين ان السيد المسيح ده كل كلام وكل مجد زار مصر طبعا وضرب ارض مصر. في خطوط للتجاره كانت موجوده. ولاحظوا مره القديس بولس الرسول اتكلمنا عن سفينه كانت متجهه للاسكندريه وعليها علامه في سفر اعمال الرسل. ففي اتجاهات كانت للتجاره والحركه. لكن الزياره ديت ما أدرجتش في او يعني مش موجوده في سفر اعمال الرسل، لان السفر مش مكتوب فيه كل حاجه. التجارب موجوده وكلنا هندخل فيها. يقول الذين يبتهجون به مع انكم الان ان كان يجب ان تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعه. وبيقول لا تستغربوا البلوى الحادثه بينكم لاجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. لما يحصل حاجه وارد جدا انه تحصل تجارب. الاشاره للالام بسبب الاخطاء الشخصيه، ودي مشكله نفرق بينها وبين الالام من اجل المسيح. وهنا كان معلمنا بطرس الرسول بيأكد لنا، بيقول أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الالتقاء من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. يعني يفتروا عليكم لما تكون أنت ماشي كويس، لكن لما تكون أنت غلطان. وده اللي قاله في الأصحاح الثاني، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزان متألمة الظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. يعني واحد غلط فراح للحاكم، الحاكم أمر بجلده نتيجة إيه؟ خطأ. أنت بتقول أنا بصبر على الإعلام، ده أنت بتاخد عقاب للإيه؟ للي أنت غلطت فيه. يقول له أي فضل في اللي أنت بتعمله ده، أي مجد أنت هتاخده في كده. لكن بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. ده يفكرنا بقصة سيدهم بشير لما حاولوا إن هو إيه؟ هو الراجل كان ماشي وسلوكه كلها كويسة، وراحوا اتهموه إيه؟ زور، وحكم عليه إيه؟ زور، والضرب زور. هنا
تتألمون عاملين الخير فإيه؟ فتصبرون، فصار شهيد. ولكن إن تألمتم من أجل البر إيه؟ فطوباكم. الثقة أننا وديعة في يد الله، الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. واللي هيكون في إيد ربنا ما يقلقش على نفسه، كما لخالق أمين في عمل الإيه؟ في عمل الخير. أخيرا بيتكلمنا عن احتمال التجارب، وهنا اتكلمنا عن شقين من التجارب اللي بيتعرض ليها المؤمنين. الشق الأولاني تجربة بيفترع عليهم فيها ويضطهدون، اللي احنا اتكلمنا عليها زي القديس سيرفو بشيء كده، ويقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل إيه؟ عليكم، ودي بيتبعها مجد على طول. أما من جهتهم فإيه؟ فيبادر. والتجربة الثانية اللي العالم الوثني بيحاول يغير سلوكنا الإيماني، وقال لنا اصبر، خليك مطيع لإيمان كنيستك كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في إيه؟ في جهالتكم. اللي تبت عنه واللي بعدت عنه ما ترجعش فيه تاني. هتتحارب بيه، هيتعجوك بيه، هتئن بيه، لكن احتمل. لا ترح كل خبث وكل مطر وكل رياء وكل حسد وكل ايه؟ مذمة. اطلب عليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي ايه؟ تحارب النفس. في نقطتين مهمين كمان، فيه آيتين هناخدهم وبعدين تفسير كام كلمة صغيرة. النقطة الأولانية في بعض الموضوعات الصعبة أو الحرجة أو اللي بيبقى فيها التباس في التفسير. نقرأ مع بعض الأصحاح الثالث من آية 18: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأسمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محييا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حيث كانت الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالإيه؟ هنا بيتكلم ذهب فكرز للأرواح اللي في الإيه؟ في السجن. بيتكلم عن إيه؟ هنا في كذا رأي بالنسبة للناس دول. الرأي الأولاني يقولنا القديس أثناسيوس الرسولي، يقول إن نزول سيد المسيح للجحيم واللي بيتبع باقي الآيات وهو بيتكلم عن نوح، إن هو راح يبشر الناس اللي غرقوا في الإيه؟ في الطوفان، وهم بيموتوا قدموا توبة. تلاحظوا إن لغاية قبل أبونا نوح كان يعتبر أو بلاش قبل أبونا نوح، لغاية من بعد آدم مباشرة، مش بعد موته يعني، بعد ولادته لقايين وهابيل. قايين قتل إيه؟ هابيل، بقى قايين بعد كده آدم جاب مين؟ شيس، بقى فيه قايين وإيه؟ شيس. قايين طلع بعالم شرير، وشيس طلع بعالم إيه؟ خير ومقدس. بعد شوية الدنيا كلها دخلت في إيه؟ وبعضها بقى كلهم إيه؟ ما عدا نوح. بس في ناس كان أصلها خير شوية، كان عملها كويس. يقول أن أولاد الله رأوا أن بنات الناس أنهن إيه؟ حسنات تزوجوا منهم. فبيقول لي في ناس من دول ممكن تكون تابت أثناء الطوفان. هل ربنا هينكر توبتها؟ حاشا لله ينكر توبتها. فالقديس أثناسيوس الرسولي قال إن ممكن بعض من النوعية دي تكون إيه؟ أولاد. الرأي الثاني للقديس أوغسطينوس بيقول إن الأرواح اللي في السجن دي هي الأرواح التي في الجسد، اللي بيتكلم على ال8 أنفس اللي أنذرهم بحدوث الإيه؟ الطوفان. ولكنهم لم يصدقوا، الناس اللي هي ما صدقتش أيام نوح. الرأي الثالث يقول الأب هيبوليتوس
بيتكلم على الناس اللي ماتت على رجاء الايه؟ الانجيل. وده كده ثالث رأي يخص الايه؟ القصة. واللي هم أبرار العهد القديم عموما، يعني اللي ماتوا على رجاء ان هيجي المسيح عشان يخلصهم، او كانوا بيعملوا اعمال صالحة. والرأي الرابع للقديس إيرينيوس، وبيتكلم على الأنبياء والأبرار والآباء الكبار اللي هم ماتوا على رجاء القيامة. والأربع آراء صح. احنا هنا مش بنقيم رأي على حساب رأي تاني. الأربع آراء صح. القصة في إيد مين؟ القصة في إيد ربنا، هو اللي إيه؟ كرز للأرواح التي في الإيه؟ في السجن. وكنا أكثر كلامنا في العظات على أبرار العهد القديم، لكن إلى الموضوع مرفوع لإيد ربنا. لا قولها معلش. اتفضل. مش مفهومه برضه حتى، يعني هل المسيح بشر في الجحيم؟ كان في فرصه انه يبشر، فواحد يقول وواحد يقول لا. لا، احنا ما حدش قال الحته دي. ما حدش قال ان في واحد مات بدون رجاء وبدون قبول وبدون توبه قبل. الاربع اراء بيتكلموا على ايه؟ واحد وهو بيموت قدم توبه، قبلت ولا لا؟ مين اللي قال؟ لا، مين اللي قال؟ بس مين اللي يحكم فيها؟ فراح قدم بشاره ليه؟ ما هو قدم توبه لمين يا ابونا؟ هو كان الشعب لسه ما فيش لا ايمان ولا حاجه يعني. لا، صرخ لله. الله معروف. العهد القديم. هقول لك حاجه. كنا بنتناقش في مبدأ معين. الناس اللي عملت أعمال صالحة في العهد القديم، هل كلها رفضت؟ في العهد القديم، وما كانوش من شعب الله، وما كانوش بيعبدوا أصنام. يقول الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. أنا ما أقدرش، أنا شخصيا ما أقدرش أجزم عليهم وأقول إن دول إيه؟ صح؟ واللي كانوا بيعبدوا أصنام يا ابونا؟ لا، عبد صنم، فالصنم خلاص ده نقل حياته اتغير. هو ما يعرفش. لا، الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. إزاي الصنم ده هيخلق الكون؟ ما احنا بندرس في اللاهوت الادبي. في ناس غلابه كتير او ناس عقليتهم بسيطه خالص. الله له في كل امه من ايه؟ من يشهد له يكرز به. زي يوسف يا ابونا ما كانش فيه ناموس وصيه، بس هو من جواه حاسس ان ده غلط اللي هو يعمله. طبعا. كذلك ايام نوح برضه يوسف ابونا ما كانش يعني برضه شريعه، كان معروف بالايمان، الله كان معروف بالايمان. لا، وهو في تسلسل واخده من ادم. التسلسل اللي واخده من ادم مكمل القصه. ما هو ادم شاف وسلم وسلم وسلم، هم واخدين بالتسليم. اتفضل. انا عايز اكد على نقطه قدسك بتقولها اصلا، وبالفعل اصلا في الفتره دي كان فترات الاعمار، يعني ادم قعد فتره طويله وعصره كتير قوي من الاجيال اللي بعده، لحد نوح ما فيش فتره طويله اصلا. يعني ده هم يتعدوا على الصوابع، الجيل من اول ادم لحد نوح يتعدوا على الصوابع وكلهم استلموا من بعض. ايوه. معروف ان في ربنا. ايوه. كانوا رافضين فهم رافضين بقى عن قناعه. بص هقول لكم حاجه بس كده، يعني في التسجيل ما حد يمسحها في التسجيل. لا 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 لا، ده بضحك معاك. لا، في فيديو صغير كده عامله عن تفسيرات بعض الاصحاح في سفر التكوين. هتلاقي في اصحاح 5 عامل شرط بالكلام اللي قدس ابونا بيقول ان ادم عاش كام سنه، شيس عاش كام سنه، وهكذا. وان ادم سلم لموتو شالح، وموتو شالح سلم لسام وحام ويافس، وسام وحام ويافس شافهم ابراهيم. فبالتسليم وصل لنا حاجات كتير. اتفضل. لحد الجيل دوت كل ده يعرف ان ربنا موجود. الاصنام دي فكرتها جت منين؟ يعني طبيعي انا مثلا جدي قال لابويا وابويا قال لي الكلام ده فين
ايه الجيل اللي جه كده في النص راح؟ بص في كم موقف. طب انت هتاخدوها في بعض المقارنات في بعض المواد الاخرى، بس بمختصر القصه الشيطان فين؟ بيحارب. الشيطان بدأ القصه كلها راح دخل عايز يبقى فوق مين؟ فوق ربنا، فنزل. فهو نزل ما حبش ينزل ايه؟ لوحده، راح جايب ناس لدرجه راح دخل على مين؟ على ادم ودخل على حواء وراح طردهم من الجنه. حد يسأل ازاي الشيطان دخل الفردوس؟ صح؟ ازاي دخل الفردوس؟ ما الفردوس دي جنينه، الفردوس يعني ايه؟ جنينه، جنه او جنينه، فهو دخل لان دي ايه؟ مش سما لكن ايه؟ جنينه. دخل خدعهم، طلعوا راح ماسك دماغ قايين، اشتغل قتل مين؟ هابيل. بدأت الدنيا ايه؟ تزيد، مطرود. طب تعالى اعمل كيان جديد. الكيان الجديد بيعمل فيه ايه؟ عمال يلبس افكاره. طب انا عايز ابقى احسن من ربنا، ادخل اعبدني ازاي؟ حط وثن، حط صنم، حط وهكذا. انا اقصد ان فكره ان ربنا موجود يعني فكره مش جت قريب، يعني هي فكره موجوده يعني ازاي تتنسي خالص كده؟ يعني ازاي ما فيش واحد وسط الناس دي اقصد؟ مين اللي قال؟ ما احنا هو مسك الريس بتاع القصه دي قايين، وقايين ماسك اللي معاه بيعلمهم الايه؟ الفكر دوت. وشيس بياخد التعليم من ادم وبيكمل في التعليم السليم. شويه والشعوب اختلطت والافكار اختلطت ففي انجراف. زي كده اعتقد ان الرد على سؤال الاستاذه انه زي ما عين بطرس اول ما اتشالت من على المسيح وقع في الميه وكان هيغرق، بالظبط ساعه ما موسى طلع على الجبل دوروا عملوا العجل الذهب. احتكاك ان الانسان بيشيل عينه من على الله ويبتدي يحتك بالبشر اهل العالم، بيبتدي يخلطهم زي ما اولادنا دلوقتي تقريبا، يعني معلوماتهم او ثقافتهم عن الكنيسه وعن المسيح وعن الدين كله بيستقوموا من اصحابهم غير المسيحيين اصلا. بالظبط. فهم يعني بيعبدوا الوثن لانهم عاشوا في مصر، ومصر كانت مليانه الهه، فهم خدوا الالهه معاهم في قلوبهم وهم رايحين لما عبروا. لا هي بتحكي على قبل الطوفان وبعد الطوفان. هي بتقول ما معناه ان احنا كلنا عارفين ان ربنا هو. طب ليه عينينا بعدت عن ربنا؟ الشيطان بيبقى ليه دور، اهتماماتنا لها دور، الذات بتبقى لها دور، في حاجات كتيره يعني في القصه. نفس الحكايه في البدع اللي هي بتحصل لحد الان. والبدع، الفهم الخاطئ والقصص بالظبط. تمام. نقطة تانية. معلش انا مش عايز اضيع المحاضرة يعني، بس برضه فكرة حتة بشر الموتى دي برضه يعني لسه طيب اسمح لي. وايه كي يدانوا حسب الناس بالجسد. بص، يدانوا حسب الناس بالجسد هنتكلم عن جزئية فيها، لكن بالنسبة لبشر الموتى هنا بيتكلم كل الذين رقدوا على الرجاء او كان لهم اعمال صالحة. مش محتاجين تبشير ازاي؟ ما هم كلهم في الجحيم، مش دول انت بتتكلم مش الموتى بتوع النهارده، ده هو بيتكلم على لحظه ما السيد المسيح كان فين؟ على الصليب. نزل الجحيم عمل ايه؟ كسر قيود الجحيم، خد كل الارواح، بس خد من الارواح مين؟ يبقى قال لهم هنا دي البشاره. البشاره هي الايه؟ الخبر المفرح. الخبر المفرح يلا اطلعوا منين؟ من مكانكم، من الرجاء اللي انتم كنتم منتظرينه جالكم ايه؟ يخرجكم. هم كانوا منتظرينه، مش تبشير بقى زي لا مش تبشير. البشاره هنا بالظبط هو خبر مفرح. البشاره هنا المقصود بها الخبر الايه؟ المفرح، اللي هو خبر القيامه وانكسار القيود يعني. مش البشاره قال لهم ايه رايكم تامنوا بيا وانا جاي لكم، فقالوا له لا ولا انتم. اكيد كل الناس في الحاله ديت هيامنوا، ما يلا هيطلع من الحته ديت. لا البشاره هنا معناها الخبر الصالح. تمثيليه القيامه يقول بتمثل نفس القصه كده، بترد على نفس التمثيلات عليه ايه؟ لانها بتنقل صوره القيامه للارواح اللي كانت موجوده. من اجل هذا بشر الديان الموتى. وهنا بيتكلم بقى على الموتى اللي هم ماتوا بالروح، الذين دانهم الناس حسب الجسد وحكموا عليهم انهم يستحقون الموت مع انهم بالروح هم احياء في نظر الله.
والديان بشر الموتى زي ما بيقول القديس أغسطينوس. ليس ما يلزمنا تفسير قول بولس الرسول على أنه ما يحدث في الجحيم، فإن الإنجيل يبشر به في هذه الحياة أيضا. هنا قصة اللي يدانوا بالجسد، بيقول إن في ناس موتى بالإيه؟ في الخطايا. أنت لما بتبشره بتقيمه من الإيه؟ من الموت. اللي بيدين الجسد بالجسد إن حد يكون سلوكه حلو فيدين حد سلوكه إيه؟ وحش. أخيرا بعض الكلمات، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. روح المسيح، روح المسيح الروح القدس، ما خدناها قبل كده السنة اللي فاتت. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. المذمة نميمة، اتكلم عن غيره بالشر. ما انتوا الحاجات قدامكم. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكون فيما يفترون عليكم كفاعلي الشر يمجدون الله في يوم الافتقاد. يوم الافتقاد مش اليوم اللي أبونا هيجي يفتقد عندنا، لا، الافتقاد يوم الدينونة أو يوم العقاب. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. الجلدة حسب الجروح الضربات اللي كانت ناتجة عن الصور، الجلد. كذلك أيتها النساء كنا خضعات لرجالكن حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني إيه يربحون بسيرة النساء؟ هم يخلصوا بالسلوك الايه؟ الحسن. غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. مباركين انتوا اللي ايه؟ بتعطوا البركة لمن يشتمنا. الجزئية بتاعت النساء اللي هم سبقونا اللي هو بيتكلم ان هم يشهدوا المسيح بسيرتهم، هل كان في الكنيسة الأولى بيسمح هم بيتزوجوا من غير المسيحيين؟ هكلم حضرتك يا حضرتك نخلص النقطة ديت ونختم. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان. البطر والمنادمات الازدراء، البطر هو الازدراء بالنعمة، والمنادمات اللي هي جلسات الايه؟ الخمرة. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة تذمر، لأن الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون الإنجيل الله. لابتداء القضاء من بيت الله بداية إيه؟ حكم الله على القادة ثم على الشر. احنا كده خدنا الرسالة الثانية. الرسالة الأولى لبطرس الرسول وهي الرسالة الثانية من رسائل الكاثوليكون. عندنا لسه رسالتين كبار، هي الرسالة الثانية لبطرس الرسول وعندنا رسالة يوحنا، وبعدين في 3 رسائل صغيرين، يوحنا الثانية ويوحنا الثالثة ويهوذا. فممكن المرة الجاية هناخد رسالتين، هناخد بطرس الثانية مع يهوذا، هناخد بطرس الثانية مع رسالة يهوذا للسنة كلها، لأن في سفر الرؤيا الترم الثاني. طولنا عليكم، هنختم وهكلمك.